السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حبايب قلبي وحشتوني وحشتوني وحشتوني، ولو فضلت أقول من هنا للسنين اللي جاية إن انتوا وحشتوني مش هتصدقوني. الحمد لله يا حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا جدا. أنا غبت عليكم وأنا آسفة لغيابي، بس أنا تعبانة والله الحمد لله. كل اللي يجيبه ربنا كويس. النهارده هعمل معاكم اكله كده جميله وحلوه. هعمل معاكم ايه؟ هعمل معاكم البشاميل. انا سلقه المكرونه هي يا حبايب قلبي، واللحمه هي بعصجها، والبشاميل اللي هو بقى ايه هعمله. انتوا وحشتوني قوي قوي والله. يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعلي بقى شويه هنا يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده حطيت اللبن بسم الله ما شاء الله، حطيت الملح والفلفل معايا مع البشاميل. هسيبه مع نفسه لحد ما يتقل بقى ايه براحته. ان احتاج لبن تاني احط له. انا للامانه حاطه له كيلو ونص، لو احتاج تاني هحط له شوربه. هنا عندي اللحمه اهي بسم الله ما شاء الله. هحط عليها برضو الملح والفلفل والبهار. هقلبها كده تقليبه وارجع لكم تاني. هنا يا حبايب قلبي انا حطيت الطماطم وحطيت عليها قرن فلفل كده حراق وقرن رومي حسب الرغبه طبعا اللي انت عايزاها، بس لحد ما تستوي كده مع بعضيها. وحطيت لها طماطميه واحده عشان الطماطم غاليه. كل واحد يمشي على قد احتياجاته وعلى قد بيته وعلى قد ظروفه. الحمد لله على كل حال. كل اللي يجيبه ربنا رضا وكويس. نحمد ربنا على كل حال. انتوا وحشتوني قوي 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 قوي. ربنا يخليكم ليا يا احلى خير. حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حطيت طبقه بشاميل من تحت خالص، وحطيت المكرونه، وحطيت اللحمه المفرومه من فوقيها. وبحط بشاميل تاني على اللحمه المفرومه، بيدي تيست عالي قوي وبيدي حته تكايه كده حلوه. هكمل بقيه الصينيه. انا نسيت ان انا بصور اصلا، ما كنتش هكمل لكم بقيه الصينيه. هصور اللهم صل على النبي. مش بقول لكم هكمل بقيه الصينيه وهرجع لكم. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اديني وضبت الصينيه وحطيت لها جبنه الحمد موتزاريلا. هتقولوا لي عامله صينيه كبيره ليه؟ انا بحب اعمل الكتير كده يا حبايبي، ما اعرفش اعمل القليل. حد خبط عليا على غفله يبقى عندي الاكل قليل واتكسف قدامه؟ لا، يبقى اكل كده حلو. اللي دخل عليكي تحطي له وتاكليه. الا اطعام الطعام وفضل اطعام الطعام. زي ما امي ربتنا وعلمتنا وطلعتنا كده، احنا كمان كده اللي يخش علينا ياكل، اللي يخبط علينا الباب لازم ياكل. ما ينفعش ما ينفعش طالما حد دخل عليكي وانت عامله اكل لازم تقدمي له. اطعام الطعام ما فيش زيه وما فيش احسن منه، وهو ده اللي ربنا رزق امي بيه بحسن الخاتمه، وربنا يرزقنا حسن الخاتمه زي ما امي وابويا كانوا بيعملوا. احنا طلعنا من بيت مليان ومن بيت شبعان، ولازم اللي يخش علينا ياكل، وما نعرفش نعمل القليل يا حبايبي. الحمد لله والله طلعنا كده الحمد لله. حتى لو اتبقت وفضلت يعني في بكره ان شاء الله عيل هياكل منها، هناكل منها تاني ان شاء الله. مش برمي حاجه، بس ما اعرفش اعمل القليل. يعني ممكن اعمل صينيه نص كيلو، لا ما اعرفش اعملها. فرضي حد دخل عليا اتكسف قدامه وما يكونش عندي اكل زياده؟ لا، كل واحد طلع تبع البيت اللي طلع منه. فالحمد لله ربنا يدينا ونعمل. وبحب كله ياكل، واحب اللي يخش عليا لازم ياكل. لو ان ما بقاش في حد يخش، بس برضه بيجي فجأة كده بلاقي الباب بيخبط حد داخل لي كده. اللي ليه نصيب في حاجة بياخده، واللي ليه نصيب في حاجة بيشوفه. الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمة. الحمد لله والشكر لله. هدخلها بقى واوريها لكم بعد كده ان شاء الله. حبايب قلبي زي ما انتوا هنا شايفين اهو، عملت ايه؟ عملت صينيه جلاش بسيطه كده ورقيقه. حطيت لها جبنه موتزاريلا وحطيت لها لحمه. عملتها معاكم كتير يا حبايب قلبي، بس اما تطلع بقى هوريها لكم. حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادي الجلاش اهو معايا ما شاء الله، وادي المكرونه اهي. هروح اغرف لهم بقى واكلهم وهرجع لكم بقى بحبه مواعين. ربنا يجيب الخير من عنده يا رب. اللهم صل على حضرة الحبيب النبي. اتفضلوا معانا يا حبايبي، والله اللي يجي اهلا وسهلا.